طب يا اخواتي عاملين ايه النهارده؟ جاي لكم بنسخه نهايه مجال حرفيا، يعني الصراحه هي نسخه جامده من الاخر يعني. تمام. النسخه ده انا تعبت فيها كتير، واسف اني ما بنزلش بقاله شويه كتير، بس اقسم بالله ده يعني ده كله ضغط امتحانات مش اكتر. وانا طبعا خلصت امتحانات فهبدا انزل لكم، ودي اول نسخه هي من بعد الامتحانات. تمام. طبعا النسخه عظمه وكل حاجه، وبجد بجد يعني انا تعبت فيها والصراحه يعني ما انا مش عارف في تقدير ولا مفيش، ولا مش عارف ايه بالظبط، بس اخر فيديو 2.5K مش حلو، انت فاهمني؟ مش اللي هو ريتش قناة كانت قبل كده كنت منزل نسخة كانت جايبة بال10 تلاف وبال12 ألف، انت فاهمني؟ يعني ده نسخة من كنت من يعني ايه، من قبل ما اوصل ال1000، انت فاهمني؟ ودي برضو برنامج تحفيل جايب 13K. هوريك النسخة دلوقتي. شوف النسخة جايبة 7K ونص، دي مش جايبة ال2.5، بس مش مشكلة، اعتبر ده تقصير مني. تمام. بس ان شاء الله هرجع انزل لكم. عاوز تقدير بقى يا اخواته، اللي مش مشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. تمام. دلوقتي بقى عندنا النسخه اهيت، خدها بعيد كده عن الشله دي كلها. تمام. عندك النسخه اول ما تفتحها هتيجي معاك بالشكل ده كده. تمام. شكل النسخة اسود زي ما انت شايف، شكلها عظمة الصراحة يعني. تمام. بتجري ما فيهاش اي تهنيج ولا اي حاجة. الصراحة نسخة جامدة يعني. تمام. اول ما تدوس هنا يجيلك اضافات النسخة، وبعدين انك تعمل روم، وبعدين نعمل PC، وبعدين افتح ويب، وبعدين دي الهابي مسج، ودي الاعدادات. وطبعا كل الحاجات دي احنا عارفينها، مش محتاجة شرح حاجة. هندوس على اضافات النسخة، هتلاقي عندك اضافات عبد الله، عندك نمبر مش متسيف لو دوست عليه. لو عاوز اي حاجة مني بس انت تدوس مسج على طول، ده رقم يعني هو يدخلك على النمبر على طول، انت فاهمني؟ تدوس مسج يقوم جاي مدخلك على رقم على طول. تمام. او يقوم جاي مدخلك على رقم على طول. تمام. طيب بعد كده ترسل نسخة، وعندك بعد كده اضافات عبد الله. اول ما تدوس على اضافات عبد الله تمام، هيدخلك لواجهة البرايفسي دي. تمام. عندك اول حاجة فوق كده عندك نمبري واليوتيوب، عندك اول حاجة قناة يوتيوب، وتاني حاجة نمبري. تمام. عندك بعد كده اضافات بلس. الاضافات بلس. تمام. عندك اول حاجه اللي هي بقى الاخفر، اللي هي بتاعه الواتس الجولد العاديه. تمام. اللي اخفى اخر ظهور وشيل علامه التوجيه وكل الحاجات العاديه. طبعا النسخه عندك كامله متعربه. تمام. بعد كده عندك الكلين كاش، عندك الكلين كاش الاول، وبعدين كلين الداتابيز. تمام. عندك بعد كده بقى اضافات طرش، دي حاجه عظمه. عندك اول حاجه خطوط النسخه، خطوط ايفون. تمام. بعد كده واجهات النسخه، وعندك صفوف الشتات، واشكال بروفايل، واشكال اعدادات، والباك جراوند. موجة في الشاشه دي اللي انا عاملها، اللي هي الزرقاء دي، انت فاهم؟ انت بقى ممكن تخليها اي لون انت عاوزه. تمام. انا دي الالوان اللي انا شايفها يعني. ممكن نجيب مثلا على الازرق كده ونخليها تيجي باللون الازرق، اوريك دلوقتي. تمام. الموجة اللي هي بتظهر اهي، ثانية واحدة هتيجي اهي. الموجة الزرقاء اللي تحت دي، انت فاهمني؟ دي انت بتفعلها من جوه، دي مش انا مش ضايفها في مش ضايفها في المونتاج، دي في النسخة نفسها. تمام. وبعد كده الموجة في الشاشة شفناها، وبعد كده تحركات النسخة اللي هي الإفكتات. عندك أول حاجة إضافات في الشات، عندك صوت المسج دي، عندك 20 صوت للمسج اللي هي بتوصل يعني، أنت فاهمني؟ بعد كده لما تضغط ضغطتين على المسج الايموجي اللي بيظهر له كده، فاهمني؟ بعد كده لون البالون بتاع الشات. تمام. وعندك دي الصورة اللي في البالون، صورتك انت هتفعل ده كلهم، هتبقى شكل الشات عظمة يعني. تمام. بعد كده اضافات الواجهة، عندك اول حاجة الصف في الشات على الارشيف، بعد كده التاريخ جنب الوقت، وبعدين اعادة البرايفسي، فصل الرومات، اضافة اكتر من نمبر في النسخة، اظهار قطع النت. دي كلها طبعا حاجات احنا عارفينها. اخفي الشتات المخفية، اخفي الشتات المؤرشفة، كلها حاجات عظمة. دي اللي هي ابو صديقك في الشات، ابو التأكيد قبل الاستيك، الحاجات دي كلها احنا عارفينها. عندك اخر حاجة تحت التذكر. تمام. تمام. بعد ما شفنا الاضافات الطرش وكده، عندك اعدادات الميديا، ودي برضو حاجات جامده يعني من الاخر وكده. عندك اول حاجه انك تبعت بيك باعلى جوده. يعني مثلا انت معاك بيك، طبعا الكل عارف انك مثلا هتبعت صوره ولا بيك وفيديوز اي حاجه، تبعتها مثلا شير واتس ماسنجر اي حاجه. طبعا الكل عارف ان الجوده بتاعتها بتقل وبتبكسل وبقى حالتها حاله. فانت لو فعلت الزرار ده يبعتها بالجوده اللي انت مصور بيها. يعني الجودة اللي انت مصور بيها هتتبعت، مش هيعللك هو الجودة. نفس الجودة توصل له هناك، مش هياخد منها ولا اي حاجة، انت فاهمني؟ بعد كده عندك الفيديو، هتبعت فيديو اكتر من 16 ميجا. هتبعت فيديو لغاية يعني الواتس العادي بيبعت الفيديو مثلا 16 ميجا وكده، لا ده يخليك تبعت اكتر من 500 ميجا. تمام. يعني مش زي الواتس العادي وكده، انت فاهمني؟ بعد كده برضو الميوزك، سند ميوزك اكتر من 16 ميجا، هتبعت ميوزك لغايه 100 ميجا. يعني بدل ما تبعت 16 بس هتبعت لغايه 100. طبعا كل الحاجات دي انت بتتحكم فيها هنا عن طريق ده. يعني مثلا هنا دلوقتي 92، هنرجعه ورا شويه هتلاقيه 37، هنرجعه هتلاقيه 16، انت فاهمني؟ يعني كل حاجه ولها حاجه معينه. تمام.
تمام. عندك بعد كده ركب ملف، انك تركب ملف سرعه وكده. تمام. وعايز اوريك حاجه برضو اللي هي الخطوط. تمام. اضيف لك خطوط عربي جمدان. عندك اوسوال ديفي ده لو دوست عليه خط عربي جمدان اوريه لك اما نطلع. بعد كده لو عايز تفتح جوجل من نسخه وكل حاجه، تمام، يعني النسخه كامله متكامله يعني. تمام. نقفل البيانات عشان ما فيش رسائل وكده. عندك بقى نخش على زرار الفيروس. عندك اول حاجه فوق عندك زرار الفيروس، إيه الكراش كول، كراش الواجهه، فيروس تجمنت، دي كلها طبعا حاجات فيروسات. فيروس الصور، كراش الصور، فيروس الميوزك، فيروس سريع، كراش البوت. تمام. كراش فيروس النقط، كراش داتابيز، طبعا كل دي حاجات احنا عارفينها وكل دي زراير ضد الفيروس. تمام. عندك تاني حاجه زرار الكونكتات. تمام. ما تهنكش من اي كونكت، الكونكت المدعوم ال 41 كونكت عشان ما حاجه دلوقتي اسمها ال 41 كونكت. هتقول لي ايه ال 41 كونكت ده؟ هقول لك دلوقتي، خليك معايا بس تفعل عشان ما تهنكش منها. تمام. عندك تحسين النسخه، عندك وضع تحسين عادي، ودي حذف كل ستيت، ودي تحسين النسخه بنسبه 75%. ان هي مثلا هيامن كتالوج، دعوه روم، الحاجات دي كلها انت فاهمني. تمام. بعد كده عندك اضافات جامده، تسريبات النسخه، منشن لكل الروم، الغاء المنشن اللي هو لما حد يعمل لك منشن ما يجيلكاش. تمام. عندك بعد كده فيروسات النسخه. عندك اول حاجه فيروسات واجهه وفيروسات اندرويد. هقول لك طب انت هتعمل ايه بدول؟ هقول لك اول ما تفعلهم كده وهتطلع. تمام. هنيجي على اي رقم يعني مثلا ده. تمام. هتقول لي طب دول ايه؟ هقول لك اكتب اي حاجه وتك ارسال، هو هيبعت فيروس. يعني انت حتى لو كتبت اي حاجه وعملت ارسال هو هيبعت فيروس لوحده. تمام. تمام. عندك بعد كده قطع النت، طبعا كلنا عارفينه مش مستاهله يعني. عشان اقول لك بقى ايه ال 41 كونكت ده، انت بتقوم جاي مفعل دي كده. تمام. استنى والله يا رب بس اكتبها صح، عشان هتكتب دوت. شوف الفيروس اللي انا بعته هنج النسخه. هو فيروس جامد يعني مش اي حاجه انت فاهمني. طبعا عشان تجيب ال 41 كونكت ده هتدخل كده على النسخه وهتكتب دوت سي تي تي 41. تمام. ده يبقى انا كده كتبته غلط، يبقى لازم نرجع نشوفها عشان اقول لك انا بتلخبط فيها انت فاهمني. فهنجيب فيروسات جامده دوت سي تي تي 41. اما الملح ما احنا مفعلينها. المهم يعني ده كل الحوار انت فاهمني. طب مثلا دوت 41 سي تي تي. تمام. هي ده هي بيبدأ يبعت لك فيروسات بال41 كونكت، احنا اللي كنا عاكسين بس. تمام. هي دي الطريقة مش اكتر من كده تبعت فيروسات جامدة. تمام. تمام. بعد كده هنخش هنا على الاعدادات. طبعا كل حاجة متعرفة في النسخة، الاكونت والشتات وكل حاجة. تيجي على الاباوت، تيجي على الاب انفو، هنا هتلاقي الاباوت الجامد ده. تمام. يوتيوب واليوتيوب بتاعنا لو عايزه. تمام. ودوست على الساينس هيجيب لك الحاجات الجامدة دي، اقرأها انت بقى براحتك. تمام. تمام. ودي الخط اللي انا كنت عملته لك انت فاهمني. الخط اللي انا كنت قلت لك هو الخط الجامد ده. تمام. تعال اوريك شكل الشات. ادخل شكل الشات مثلا، ده شكل الشات زي ما انت شايف، شكل عظمه. تمام. عايز تشوف شكله في العربي تكتب مثلا ازيك عامل ايه. تمام. انت فاهم. شوف ده شكل الخط ده مرهولك، انما لو عايز خط عادي تدخل وتغيره براحتك. تمام. تمام. بعد كده عندك بقى ده اللي هو بيرم فيروس اهوت. تمام. بيرم طلقه يعني ما بيهنيكش ولا حاجه. تمام. والنسخة بتجري فيه ولا كأن في أي حاجة. تمام. وده عندك اللي هو التذكر. تمام. وعندك هي النسخة اهيت. تمام. النسخة بتسجل ريك من غير ما تحرق ولا أي حاجة. تمام. وهنا هنيجي بتنزل ستوري ولا بتحرق ستوري ولا أي حاجة. تمام. يعني الصراحة النسخة عظمة. طيب لو جيت مثلا تنزل نسخة طبعا وانت مفعل حوار المتجر ده اللي هو الفيروس ديكتد، ولو مفعل حماية المتجر، فانا المتجر قصدي معلش، فانا بنصحك تلغيها عشان هو هيبضنك اصلا. تمام. انت هتيجي تنزل اي حاجه يقول لك مضر وبتاع، اصل هو كده كده لازم يقول لك على ده مضر، اصل هو اصدار غير رسمي من الواتساب فلازم يقول لك. فانا هقول لك الغيها احسن لك. هتقول لي ده هو بيقول لي من تطبيقات الخطر وكده، اقول لك بطل شغل عبط وسيبك من الناس دي. اي ما تقول لي مثلا تطبيق اختراق بيمسح صور، اقول لك اي تطبيق هتلاقيه مسحته اقل من 2 ميجا ما تثبتوش عندك، ده معروف اللي هو تطبيق مثلا مسح صور اي حاجه انت فاهمني. فما تحطش في دماغك وشيله خالص. تمام. بس كده دي كانت نهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكيب ريتش وبس كده. ده كانت نسخه عظمه. كان معاكم عبد الله، مع السلامه.